أهلا بيكم. من لحظة ظهورها للوقود لعبت النقود الدور الأهم في حياة البشرية. قومت ووقعت اقتصاديات كبيرة، وبسببها كانت بتحصل حروب عشان تسيطر دولة على موارد دولة تانية. ساعدت في وجود الفوارق الاجتماعية. وللتبسيط ممكن نقول إن النقود كانت من أكبر مصادر السعادة، وفي نفس الوقت من أكبر مصادر التعاسة بتاعت البشرية. ويمكن عشان كده العملة لها وجهان. طب السؤال المهم هنا يا سلامة، هو إمتى ظهرت النقود؟ بص يا صديقي، المؤرخون بيقولوا إن بلاد ما وراء النهرين اللي هم العراق يعني النهاردة هي أول ناس استخدموا كتل محسوبة من الذهب والنحاس في تقييم السلع، وده كان تقريبا من 6000 سنة. في القرن الثامن قبل الميلاد مملكة في غرب آسيا الصغرى اسمها ليديا صنعت عملة لها وزن وجودة ثابتين، وده اللي بنسميه النهاردة محترم صك العملة. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام اليونسكو. لو كلامي هقول لك دور في الحضارة المصرية القديمة فيما قبل الأسرات. المهم ناخد أدراجا. خليني أقول لك إن قبل أوروبا بقرون ظهرت أقدم ورقة نقدية في الصين في عهد أسرة تانج الأولى، واللي كانت بتحكم ما بين 618 لغاية 907 ميلادية. والموضوع له قصة صديقي، خليني أحكيها لك. إمبراطور صيني اسمه هين سونج من أسرة تانج كان بيدور على مصادر تموين لخزينة الدولة، فيعمل إيه؟ قال لشعبه اللي عنده معادن ثمينة زي الذهب والنحاس يجي يديها للدولة، وهنديله في المقابل ورقة مختومة عليها قيمة المعادن اللي سلمها. فالصينيون قالوا هنستفيد إيه؟ ما نخلي المعادن معانا ونتصرف فيها زي ما احنا عاوزين. ابني على كتف دور عليه ليه؟ منطق برضه. الامبراطور تسونج قال ان في شويه فوائد من وثيقه الايداع. هتقولي زي ايه يا سلامه؟ هقول لك زي ان الوثيقه دي ممكن تشتري وتبيع وتسدد بيها ضرايبك. كمان هتعرف تحط الوثيقه دي في جيبك وتتحرك براحتك في كل اراضي الامبراطوريه الصينيه وتسلمها للجهات الحكوميه وتاخد اللي انت عايزه. ومن هنا ظهرت أول نقود ورقية حكومية في التاريخ. وده مش كلامي، ده كلام الكاتب كلاوس بندر في كتابه صناع النقود. الفلوس الجديدة عجبت التجار الصينيين عشان ساعدتهم إنهم يشيلوا رزم كبيرة من النقود الورق بدل السبائك الذهب التقيلة واللي كانوا رايحين جايين بيها في الطرق التجارية الطويلة. وكمان الختم الإمبراطوري اللي عليها دعم تداولها، فده أنعش التجارة في الصين. ومن الصين اتنقلت فكرة الفلوس الورق لأوروبا عن طريق الرحالة ماركو بولو. وده مش كلامي، ده كلام موقع تشاينا توداي. لكن اختراع العملة الورق زود من مشكلة كبيرة، وهي تزوير العملة. لأن بالمنطق كده تزوير ورقة بيبقى أسهل بكتير من تزوير عملة ذهب مصكوكة ومنقوش عليها. ومعلومة كده على الماشي، تزوير النقود المعدنية كان سبب في ظهور أول موجة تضخم في التاريخ. هتسألني وتقولي ازاي يا سلام؟ هقول لك. الدولة العباسية لما بدأت تضعف في العصر الثاني ليها بدأ المزورون يحطوا النحاس على الدينار الذهب. وفي مؤرخون تانيين بيقولوا إن دار الخلافة نفسها كانت ورا خلط النحاس بالذهب. ليه يا سلام؟ عشان العملة تكتر وتزود موارد الدولة، لكن الدينار ساعتها فقد قيمته وما بقاش يسوى في البيع والشراء درهمين فضة على بعض. ومن هنا ظهرت فكرة التضخم. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام CNBC. ومعلومة على الماشي كده، تزوير النقود ده كان سلاح مهم تم استخدامه في الحروب. وهقول لك ازاي. الأمريكان لما كانوا بيحاربوا بريطانيا عشان استقلالهم في القرن ال18، الإنجليز كانوا بيوزعوا جوه الأراضي الأمريكية نسخ مزيفة من عملة الكونتيننتال اللي كانت موجودة قبل الدولار عشان تقلل من قيمتها وتضرب ثقة الأمريكيين في الفلوس اللي شايلينها. وده مش كلامي، ده كلام البنك المركزي الأسترالي. وفي الحرب العالمية الثانية الاستخبارات الألمانية نفذت عمليتين لضخ كميات كبيرة من الجنيهات الاسترليني المزيفة جوه بريطانيا. ليه؟ عشان تعمل حالة تضخم كبيرة للاقتصاد البريطاني. لكنها غيرت خطتها في اللحظات الأخيرة. وفي العملية الثانية بتستخدم ألمانيا الجنيهات الاسترليني المزورة في شراء سلاح وتنفيذ عمليات استخباراتية كمان. طب بعيدا بقى عن التزوير والعملات، هو امتى ظهرت البنوك يا سلامة؟
خليني أقول لك يا صديقي إن الحكاية بتبتدي من أوروبا في الفترة ما بين 1400 وال1500، وتحديدا مع بداية عصر الاكتشافات البحرية والنشاط التجاري اللي بدأ يراكم الثروات في إيد الأمراء والنبلاء والتجار، واللي خافوا إنهم يحتفظوا بثرواتهم دي في بيوتهم. ليه؟ بسبب الحروب والنزاعات المستمرة ما بينهم. فكان الحل إنهم يشيلوها عند الصيارفة وبتوع الصاغة، واللي كان شغلهم كله في المعادن والمجوهرات والربا. فطبيعي يبقى عندهم خزائن قوية محفوظة في أماكن بعيدة عن السرقة، واللي قالوا لهم ما فيش مانع نشيل ثرواتكم وهنديكم فاتورة فيها قيمة الفلوس مقابل أجر بسيط، أجر الغفارة. الصيارفة بدأوا يشغلوا دماغهم أكتر لما شافوا إن أصحاب الثروات ما بيطلبوش فلوسهم غير كل فترة طويلة، واللي كمان كانوا بيضيفوا للثروات والعملات المتخزنة ثروات وعملات تانية. فالصيارفة بدأوا يسلفوها لناس تانيين بفايدة، وبقت الفلوس تدخل لهم من جهتين، مرة من حفظ الثروات ومرة من إقراضها. ولأنهم كانوا بينفذوا معاملاتهم دي على ترابيزة، واللي ترجمتها بالإيطالي كلمة بانكو، فتسمت أماكنهم بالبنوك. طب أزيدك من الشعر بيت. الصيارفة كان رعبهم إن يطلع ذهب وفلوس بره البنك، فعملوا إيه عشان يحتفظوا بالثروات دي ما تخرجش بره وفي نفس الوقت يجذبوا عملاء زيادة؟ عملوا ورقة مختومة فيها قيمة الذهب والعملات بتاعة الشخص اللي مخزنها عندهم، وكانت الشهادة ضمانة بقيمة فلوسه، والورقة دي اتسمت بالبنك نوت. فكان الشخص ياخد الورقة دي يروح يأجر بيها أراضي أو يتاجر بيها، وشوية بشوية البنوك بقت تشغل الفلوس في التجارة وشراء الأراضي بجانب الإقراض وتخزين الفلوس. العصر ده صديقي اتسمى بعصر الخدمات المصرفية عديمة الضمير. ليه؟ عشان كان أي حد ممكن يأسس بنك ويدخل في بيزنس تمويل، لا كان في رقابة ولا قوانين ولا لوائح. والفترة دي كانت العصر الذهبي لعائلات زي ميديتشي وراثشيلد وما إلى ذلك، ومن قلب صناعة البنوك غير المنظمة، وكانوا أقوى حرفيا في نفوذهم من الحكومات والملوك. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام موقع هيستوري وورلد. البنوك شغلها اتطور من تسليف الناس لتسليف الحكومات والدول، واتضخم وكبر أكتر وأكتر دورها السياسي والاقتصادي، لدرجة إنها كانت في القرن ال19 بتمول حروب وحملات عسكرية. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام البنك الدولي. وبيمر الزمن وتبقى البنوك هي قلب الاقتصاد المالي اللي زحزح الاقتصاد الحقيقي اللي قايم على الصناعة والزراعة. وطبعا الفساد في الاقتصاد المالي كان السبب الأساسي في الأزمة المالية العالمية اللي حصلت في 2008. طب يا ترى ليه في عملة أقوى من عملة؟ وليه الدولار هو العملة الأهم عالميا؟ فكرة إن دولة تعمل لها عملة خاصة بيها دي سهل، لكن الصعب هل للعملة دي قيمة ولا لا؟ وده مربط الفرس. الاقتصادي هايمان مينسكي فسر ده لما كتب وقال: أي شخص يمكنه أن يصنع النقود، المشكلة ستكمن في قبولها، والقبول ده مربوط بالثقة، والثقة في عالم الفلوس محتاجة سنين عشان الدول تبنيها وثواني عشان تتدمر. وخليني أقول لك إن العملة دي عبارة عن ورقة قيمتها متحددة ومضمونة بحكم القانون من المؤسسة اللي بتصدرها، وتحديداً بتكلم هنا عن البنوك المركزية. ده بقى الكلام الرسمي. لكن الكلام الواقعي صديقي، قيمة أي عملة بتتوقف على عوامل كتير. هتقولي زي إيه يا سلامة؟ هقولك زي إن الدولة يكون عندها ثروات واحتياطات نفط كبيرة، أو أي أصول بتمثل قوة للدولة واقتصادها. مش كده وبس، خليني أقولك إن العملة كمان بتستند لحجم احتياطي العملات الصعبة وقدرة الدولة على إنها تنتج وتصدر. لأنك يا صديقي لما بتنتج وبتصدر بتجيب عملات صعبة، وبتزود أسهم عملتك في سوق العرض والطلب. وفي عوامل تانية بتتاخد في الحسبان بتأثر على قيمة العملة، زي القوة السياسية والعسكرية للدولة، ووجودها في منظمات دولية بتسمح لها بالتبادل التجاري بعملتها المحلية عشان تقوي مركزها المالي عالميا. وده يقول لك ليه الدول بتجري على إنها تنضم لمنظمات كبيرة زي البريكس مثلا وما إلى ذلك. ضيف عليهم عامل استثنائي زي ربط تجارة مهمة عالميا بعملة معينة، زي العلاقة بين النفط والدولار الأمريكي اللي هي البترو دولار.
لكن العوامل اللي قلناها دي أحيانا ما بتتخدش كقاعدة ثابتة، لأن عندك عملة زي اليوان الصيني بتقدم نموذج مختلف، وهقول لك إزاي. الصين بتيجي تقولك ماليش في القواعد اللي قلتها دي، أنا اللي هحط سعر صرف عملتي حتى لو هخسف بيها الأرض. ليه يا سلامة؟ لأن الصين اللي تعتبر النهاردة مصنع العالم لما بتخفض سعر عملتها بتحقق شوية مكاسب، زي إنها بتزود من قدرة صادراتها على المنافسة، والموضوع ده بالذات مسبب توتر كبير بين أمريكا والصين. هتقولي ليه؟ هقولك لأن الأمريكان شايفين إن تمسك الصين بسعر منخفض لعملتها بيمثل خطورة على الاقتصاد الأمريكي وسبب ضياع وظائف لملايين الأمريكان. اللي فات ده يخلينا نسأل سؤال: هو ليه الدولار هو العملة الأقوى عالمياً؟ الإجابة بكل بساطة صديقي، لأنه عملة أكبر اقتصاد عالمي، والعملة اللي أغلب المعاملات الاقتصادية العالمية بتتم بيها، غير إن بيع النفط مربوط بالدولار، بترودولار زي ما قلنا. وطبعا مش محتاجين نعرف حجم الطلب العالمي على شراء سلعة استراتيجية زي النفط ومشتقاته، الطاقة. وضيف على ده أسباب تانية. هتقولي زي إيه يا سلامة؟ هقولك زي إن أمريكا أكبر مساهم في مؤسسات إقراض عالمية زي صندوق النقد الدولي، وإن احتياطيات النقد الأجنبي في البنوك المركزية لعدد كبير من دول العالم دولار أمريكي، ولأن الثقة الكبيرة في الدولار بتخلي دول كتير بتقبل الدفع بالدولار مقارنة بعملات تانية حتى عملاتها المحلية. كمان الدولار بيتفوق بكتير على كل العملات الأخرى في استخدامه في تداولات العملات الأجنبية الدولية. هتقولي بنسبة قد إيه يا سلام؟ هقولك 88%، وده مش كلامي على فكرة، ده كلام اندبندنت عربية. طب إمتى الدولار بقى له كل المكانة العالمية دي يا سلامة؟ بص يا صديقي، سنة 1944 والحرب العالمية بتشهد لحظاتها الأخيرة بيتعمل مؤتمر مهم، وهو مؤتمر بريتون وودز، اللي رسم الملامح الأساسية لشكل الاقتصاد العالمي الجديد، واللي كان أهمها الاتفاق على تأسيس البنك الدولي وصندوق النقد وربط قيمة عملات الدول بالدولار، وبالتبعية الدولار بقى عملة الاحتياطي العالمي، وده أسس لهيمنة أمريكا الاقتصادية على العالم. وده مش كلامي، ده كلام داني رودريك مؤلف كتاب معضلة العولمة. طب يا ترى يا سلامة، ممكن يجي وقت تختفي فيه العملات المعدنية والورقية وتنتهي فيه هيمنة الدولار؟ خلونا نرجع بالزمن خطوتين لورا ونقول إن لما حصلت الأزمة المالية في 2008 ده عمل أزمة ثقة كبيرة في النظام المالي العالمي. فحد جه وقال: هو احنا مع التكنولوجيا اللي عايشينها دي ليه نفضل مربوطين للأبد بالبنوك؟ ما نعمل عملتنا الخاصة. فظهر البيتكوين اللي ما كانش صادر لا من بنوك مركزية ولا من دول. وفكرة إن مفيش جهة معروفة ورا العملات الإلكترونية خوفت حكومات كتير منها، لأنها بقت وسيلة سهلة تتغسل بيها الفلوس ويدفع بيها أجور جرائم وعمليات إرهابية. كمان القلق من اعتماد العملات الإلكترونية جاي من إن احتمالات تعرضها للقرصنة كبير، ولو حصلت خسائر هتبقى بالمليارات، ومش هيبقى معروف مين الجهة اللي هتشيل الخسائر دي. لكن بعد شوية الدول بدأت تفتح البيبان للعملات الإلكترونية. يعني مثلا كندا في 2013 حطت أول ماكينة صراف آلي للبيتكوين في مدينة فانكوفر، وسمحت للمستخدمين إنهم يشتروا ويبيعوا العملات الرقمية. كمان الدول قلقت إن نظام الدفع الإلكتروني لو ما قدرتش تسيطر عليه هيتساب غنيمة لشركات التكنولوجيا والمضاربين. وكمان العملات الإلكترونية فيها ميزات زي سرعة نقلها، وهنا اتحركت بنوك مركزية لبعض الدول، منهم بنوك مركزية تابعة ل 14 دولة في مجموعة ال20 عشان تصدر عملتها الإلكترونية. مش كده وبس، ده الصين بترمي النهاردة اليوان الرقمي في السوق العالمي، وبتحاول إنها تسبق بيه الكل عشان تدعم نفوذها الاقتصادي والسياسي خارج حدودها، خصوصاً وإن السوق الصيني هو أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم، واللي حجمه بيساوي حجم 6 أسواق دول كبيرة متجمعة، منهم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام صحيفة الاقتصادية السعودية. طب أزيدك من الشعر بيت، الصين النهاردة معولة على اليوان الرقمي في واحدة من المعارك الجانبية المهمة بين الصين والولايات المتحدة، وهي معركة العقوبات الاقتصادية.
وهقول لك إزاي. الولايات المتحدة من أحد أدواتها إنها الدولة المصدرة للدولارات اللي بيحتاجها أكتر من 21 ألف بنك في العالم. ده مديها القدرة على تجميد حركة الأفراد والمؤسسات جوه النظام المالي المصرفي العالمي عن طريق منع البنوك من التعامل معهم في أي وقت. والصين وروسيا بينتقدوا الممارسة دي وبيعتبروها تسليح بالدولار. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام الصحفية كفاية أولير. ودول تانية زي فنزويلا وروسيا. الخلاصة يا صديقي إن العالم بيمر بتحولات كبيرة في منظومة الاقتصاد العالمي اللي النهاردة هي اللي بتقود السياسة، لا أكثر ولا أقل. اللي هيقدر يطور من قدرته على الحركة وينوع في تحالفاته الاقتصادية والعسكرية هو اللي هيقدر ينافس ويفضل موجود. واللي هيقف محلك سر قطر التطوير هيدوسه بلا رحمة. تشرفتم متابعتكم، أشوفكم بخير.